متخيل كمية الرعب اللي تخليك تجادل اللاعب لسه في عقده 3 سنين؟ انت عارف كويس ان اللاعب ده بيلعب لك عشان الفلوس، وخايف لأي سبب يسيبك ويمشي لمجرد انه طلع بس في لقاء وقال ان كل شيء وارد يا كابتن. خروج زيزو كان من احلى الحاجات اللي حصلت للزمالك. طبعا في البدايه احنا كنا زعلانين، لكن بعد اللي شفته في اوضه اللبس بتاع الاهلي فهمت ان وجوده كان هيقضي على الفريق بتاعنا واحنا اصلا مش ناقصين. اما امام عاشور بيعمل حاجات تستفز اي جمهور، ومع ذلك محدش قادر يفتح بقه ولا بكلمه واحده. بس اللقطه دي قتلت اي نقاش عن جمله مبادئ الاهلي. لاعب شتم رموز النادي ومع ذلك اتعاقدوا معاه وعملوا منه نجم الفريق الاول. الاهلي ما عندوش غير مبدأ واحد بس، وهو انه عايز يكسب تحت اي ظرف باي شكل، حتى لو على حساب اي حاجه تانية. انت لاعب هتفيدني وتكسبني، خلاص انت حبيبي مهما كنت عامل ايه قبل كده. مش بقول ان السياسه دي غلط، لكن انت اللي طول الوقت بتقول ان عندك مبادئ مش انا. وادينا امثله زي قصه عصام الحضري لما هرب على سويسرا ورجع يعيط بالدموع ويترجاهم عشان يرجعوه. هم رفضوا مش عشان المبادئ، عشان هم اصلا مش محتاجينه. الحضري في النهايه كان مجرد حارس، مش هو اللي هيشيل فريق يعني، وكمان كان سنه كبير يعني مش هتستفيد منه فتره طويله. وقتها المثال كان شكله حلو وصوره كويسه للمبادئ، لكن في الحقيقه الاهلي ما خسرش حاجه اصلا.